معاك فين. طب احنا قبل ما نطلع فاصل اعلاني ونرجع مع حضراتكم وتليفونات حضراتكم، انا بس في حاجه يعني متوقف امامها في كتاب زي ده واخد موافقه الازهر، وعايز برضو اسمع راي الدكتور معانا على وجود موضوعات زي دي في كتب زي دي، وبرضو عايز اقرا حضراتكم. شيء جميل ان يبقى في حد يقول للناس ازاي يقيموا ليله الدخله بالاصول وبالهدوء وبالشكل اللي يحقق البركه. كويس. فانا عايز اقرا لحضراتكم واسيب لحضراتكم الحكم برضو عشان تعرفوا الموضوع ايه. بعد الوصول الى العيش الزوجيه وذهاب الاهل والاصدقاء والزملاء، عليكم الدخول الى المنزل بالقدم اليمنى مع دعاء الدخول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اهل البيت. ده حاجه جميله قوي. ثم عليكم مباشره الذهاب لغرفه النوم ذات الاضاءه الخافته والجو الرومانسي الشاعري الجميل والالوان الهادئه المريحه للاعصاب. ده مش ممكن هيتأتى لاسباب كتير. ويبدأ العريس بالتعبير عن حبه وشوقه بعبارات رقيقة، جميل برضه، مليئة بالحب والحنان حتى يذهب الرهبة والخوف من العروس، ولا مانع من مداعبة غير مصطنعة. ثم يبدأ في خلع ملابسها مع القبلات الحارة والأحضان وعبارات الحب والإعجاب والوصف الجميل لما يظهر بعد خلع الملابس، ولكن بدون تصنع زائد. بعد خلع الملابس فيما عدا الملابس الداخلية فقط، المسألة محددة ليها ترتيب. وبعد الأحضان والقبلات أثناء الوقوف، يعني لسه احنا واقفين، يسحب العريس عروسه إلى السرير بلطف وحنان، ويحاول خلق غطاء الصدر وهما جالسين، يعني غطاء الصدر لازم يبقى قاعدين، ويحاول مداعبة الصدر بيده بينما فمه في فمها، وينتظر حتى تسحبه هي إلى النوم، يعني هو ما يسحبهاش، أو يومئ إليها بدفعها فيه الحنية مع الدلال. وعندما يقوم بخلع آخر قطعة من ملابسها، ثم يبدأ بعد ذلك تقبيل الثديين قبل رضعتهما والعروس مستلقاة على ظهرها، مع إعطاء يديه الحرية لملامسة كافة جسدها بحنان. وهذا الأمر في غاية الأهمية حتى تصل يديه اليسرى فيحاول تدليكه. هو حط ايده اليسرى في مكان مش قادر اقوله يعني، فيحاول تدليكه برفق وحنان مع التركيز على كذا متى امكن، ثم يترك رضاعة الثدي ويقبلها قبلة حنان ويتلمس حرارة شفتيها حتى يحس بالشفتين حارتين، فيبدأ بمص الشفاه السفلى، لازم تبقى السفلى مهم جدا، مختلطة بشهد الرضاب مع ملامسة القبلين. طبعا ده يعني ايه واحد من 8. اكمل في الوضع الثاني والوضع الثالث والوضع الرابع والوضع الخامس، وفي حاجات كتير جدا في الكتاب ده. هنطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، ابقوا معنا.